يعني قلعونا من البيت، من بيتي قلعوني، أحذية وشحاحية والضوء شاعل. عم بفتح الباب ما انفتح معي، يعني بنتي صارت تبكي، انهارت يعني، ومرتي ارتعبت كتير، ارتعبت انه منو انتو. لا بعد ذهبت مرتي، واحرم حالي واحرم اولادي مشان اشتري هذا البيت. لقاء خاص مع الممثل طارق الشيخ. اهلا وسهلا فيك. انا بصراحة بحبك، ويعني بهالفترة عايش هيك يعني امور هيك يعني متضايق نفسيا، بس اني وعدتك انه اجي لعندك واجيت بهالموعد هذا. حبيب قلبي، والله صاير معي شغله هيك، يعني امور البيت، وانا عايش ببيت حماية، فاشتريت بيت بدمار ولسه ما سكنت فيه، يعني ما تهنيت فيه لسه. كل فتره وفتره بمروا لهنيك بطمن على البيت. بعد 20 يوم جيت، وإذ لقيت قدام بيتي أحذية وشحاحيط والضوء شاعل. أنا وقت اشتريت البيت غيرت القفل، عرفت شلون؟ إيه، عم بفتح الباب ما انفتح معي، وإذا بينفتح الباب بلاقي شي 7 8 بالبيت، نسوان وولاد وعم يطبخوا وقاعدين. قلت له شو عم يسووا هون؟ قال انت من انت؟ قلت له انا صاحب البيت. شرفوا طلعوا لبرا، في عفش بالبيت يعني. قال نحن مستاجرين. مين اجركم؟ فلان الفلاني. قلت لهم انا ما بعرف فلان وهذا بيتي، تفضلوا. قال انت انقلع من هون. عم يقلعوني من بيتي. فاضطريت روح رحت على القسم الشرطه وجبت الشرطه، وشافوا وحققوا بالموضوع، ورجيتهم البيت انه طابوا والي. ايه، فشافوا انه شلون فاتوا على البيت، طلع خلع، كاتبين خلع، خلعوا الباب خلع يعني، هم اجرينه. المهم من هون لهون رفعنا دعوة. بعد اول جلسة ثاني جلسة. بس انت بتعرف الشخص اللي عم يقولوا فلان الفلاني، انت بتعرفه بشكل شخصي؟ لا انا ما بعرفه، ما بتعرفه. ولا بعرف مكتب عقاري، ولا بعرف وين مكتبه، لا ما بعرفه ولا مرة، ولا شفته كمان يعني. انه جيبوه حتى ما اجى يعني، عرفت شلون؟ اجوا شي 6 7 من طرفه. المهم رحنا كتبوا بالضبط انه هذا البيت مخلوع خلع، يعني اغتصاب منزل، هيك كاتبين يعني. رفعنا دعوة. يعني تصور كتير ناس انه تصالحوا، شو بدك ضرر، شو بدك كذا. قلت له انا ما بدي مصاري، انا بس بدي ياخذ عقوبته مشان ما يعيدها مع ناس تانيين يعني. يعني حرام عم يصير انه بيع سيارات وبيع، بتعرف الامور كلها الناس تعرفها. ايه، يعني حقوق الناس عم تضيع. بالاخير القاضية ما راح اقول اسمه وما راح طلعته براءة، فحقي راح انا. شلون؟ فتارك امور لرب العالمين، وعم بستنى ان شاء الله يعني العدل بده بهالبلد بده يمشي هيك وحيتعاقب. انا هيك واثق 100%. فانا جنى عمري يعني كل شيء عم بشتغله عم صمد، واحرم حالي واحرم اولادي مشان اشتري هذا البيت. شو ما بدي ضل قاعد ببيت حماي، ما بصير هالكلام. المهم عرفت شلون؟ ف انا ما بعرف شو عاد بدي اقول لك، هلا بلشت اعصب يعني. فان شاء الله ان شاء الله يعني بهالبلد ما بيروح حدا. ما بعرف يعني، انا كانه يعني كان معي بنتي ومرتي، يعني بنتي صارت تبكي، انهارت يعني على زعل، وعلى يعني بلشت عيط وبلشت خانق، زعلت علي كتير، ومرتي ارتعبت كتير، ارتعبت انه منو انتو، يعني قلعونا من البيت، من بيتي قلعوني. وعلى صعيد الدراما، طارق الشيخ أيضا عم يتعرض لمواقف صعبة. مثلا بيجي كاتب بيكتب لك دور إلك، وقبل بسنتين بيقول لك انا عم بكتب دور إلك، وفعلا بصير بيبيعوا للشركة، بيقول لهم هذا الدور لطارق الشيخ، ما حدا بيعمله غيره، لأنه كاركتر. أنا بتعرف إنه بعمل كاركترات أنا. فبيعطوني النص، بضل أسبوع عندي وبقعد أفرغ وبضيف شغلات من عندي. بعد أسبوع بيتصلوا فيي مدير الشركة، أو مو مدير الإنتاج، بيقول لي عفوا صار في خطأ، هذا الدور مو إلك، بس في إلك دور معنا. طب شو هو الدور؟ خلص انت بالقهوة يعني معنا. قلت له طب ما هذا دوري بالقهوة. قال خلص انت قلت له انا كومبارس ما بشتغل. بالاخير بعرف انه في فنان طبعا معروف يعني انه هذا طارق الشيخ، جيبوا واحد عواضه. ليش هيك عمل؟ لانه مرة من مرات طلبني الممثل، كان له عمل بطولة له،
أنا اعتذرت، يعني أعطاني النص قريته. إذا بتشيل الخط تبعنا كله ولا بيأثر على المسلسل، يعني ما في شيء، يعني ما بتقدر تعمل شيء، عارف شلون؟ فاعتذرت. قام اتصل فيي قال لي طارق وين انت؟ قلت له بالبيت. قال لي بتجي على قهوة الروضة. انا جيت والله على قهوة الروضة. قال لي ليش اعتذرت؟ اذا مشان مصاري انا بحكي معهم. قلت له والله مو مشان مصاري، بس ما في نص، ما في شيء بنوب. حاضر امرك، خلاص هي اللي بدك اياه، هلا بروح ما في شيء يعني، عرفت شلون؟ هيك الدور. كلمات متفرقة. ايه ما في شيء يعني ما في مثلا مثل اناديل عشاق اللي عملته انا، في له شيء. مثلا جوقة عزيزي في شيء، ايام الدراسة في له قصة، في له خط، في له هيك تقدر تعمل شيء. هذا ما له شيء بنوب. انزعج مني من يومي حقد علي. كل عمل بكون انا معه يوم طارق الشيخ. مين هو؟ لا ما راح اقول اسمه. أول حرف من اسمه؟ لا هو نجم. وبالنهاية سألنا طارق الشيخ عن أصعب مرحلة مرت عليه بحياته. وقت تجوزت. لا مو انه لاني تجوزت، لا وقت تجوزت فبتعرف انه في تكلفة وفي كذا وهي، بس بعد منها وقفت عن الشغل، ما عاد في شغل. فبدي اعيش، بدي طعمي اللي جايبه من بيت اهلها. فوقفت تقريبا شي 6-7 اشهر ما في شغل. هاي المرحلة كيف كانت؟ كانت كتير صعبة علي، يعني حتى تراكمت علي ديون كتير عند البقالية صاحبي، يعني حرام. لا بعد ذهبات مرتي بصراحة يعني، ايه والله بعد ذهبات مرتي مشان اقدر. كان جايني ولد لسه جديد ابني، فبعد ذهبات مرتي مشان نقدر نجيب له اغراض وحفاضات وكذا وهيك. ايه الحمد لله يعني. صبرت معك هي كتير والله. يعني انا بزعل عليها وقيت. هي صحفية على فكرة، دارسة صحافة يعني. لا لانه تعذبت معي كتير، وقفت معي كتير بشغلات.